الو، مين؟ ايوه. ايه اللي عرفك اني هنا؟ طيب. بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي الكلام ده؟ الحكايه دي حصلت امتى؟ انا جايه حالا. خير، ايه اللي حصل؟ مالك يا ياسمين؟ ماما مش عارفه مالها، مش عارفه جرالها ايه. ايه جرالها ايه؟ ومين اللي كان بيكلمك ده؟ حسني من خالتي راح يزورها، يا دوبك فتحت له وراحت وقع من طولها، وبعدين لما فاقت قالت له اني انا هنا. استني يا ياسمين، انا جايه معاكي. على ايه؟ مفيش داعي تزعجوا نفسكم، خليكم انتوا. نخلينا ازاي؟ يلا يا صلاح. خير ان شاء الله، ما تخافيش. ده لازم عندها شويه ضعف ولا جات لها دوخه بسيطه. عن اذنك يا سعاد هنا. مع السلامه وربنا يطمنك. متشكره قوي. سعيده يا جماعه. مع السلامه. ولو عوزتي حاجه ارجوك تتصلي بيا، ما انا معاها مش هسيبها، وهبقى اديكوا خبر بعد كده بالتليفون. احمد، انت فين؟ انا هو يا سعاد. تعال هنا جنبي. انا هو. مالك؟ انت اتضايقتي من زياره الجماعه دول؟ لا ابدا، انا ابتديت اتعود على الناس. احسن. مش كل الناس طبعا. بس ياسمين دي متهيألي انها بنت طيبه فعلا يا سعاد. حنينه قوي، بتحب هدى، مسكينه في عيا مامتها. ايه ست كبيره خالص. شكلها ايه؟ اوصفها لي. شعرها ابيض وسمينه خالص، تقدرش تمشي اكتر من 3-4 خطوات انا قصدي على ياسمين، ولا على سجارة. حاضر. شكلها ايه؟ يعني ازاي؟ يعني قصدي اقول انها بنت عاديه زي كل البنات. حلوه. مش عارف يا سعاد، انت عارفه اني ما باخدش بالي من الحكايه دي، لكن اشمعنى ياسمين اللي بتسالي عنها؟ لانها الوحيده اللي عمري ما شفتها. ايوه ده صحيح. انت لسه ما ولعتليش السيجاره. ايوه صحيح، نسيت. هي الساعه كام دلوقتي؟ 8:15. تصور اني ما بحبش الضلمه. غريبه دي، مش كده؟ مع ان المفروض ان الليل والنهار عندي زي بعض. محدش في الدنيا يحب الضلمه. لكن لما تبقى معايا ما يهمنيش، ما خافش من اي حاجه، لا من الضلمه ولا من الليل. هو انا ليا مين غيرك؟ ليا مين غيرك؟ انا معاك يا سعاد دايما. كنت خايفه لا تسيبني مع هدى وتخرج. لا ابدا، اخرج ازاي واسيبك؟ انا كنت عاوز نخرج سوا مع بعض، نتمشى شويه بدل الحبسه دي. انا عندي اتحبس معاك احسن. للدرجه دي يا سعاد؟ هو اكتر من كده. يبقى انتهينا، انا مش خارج وهتحبس معاك. يا ترى مين؟ مش عارف خيريه راحت فين من ساعه ما بعتناها تجيب كازوزه، ما رجعتش. لحظه ما افتح الباب. اهلا وسهلا. اتفضل. مين يا احمد؟ مساء الخير يا استاذ احمد، انا مامتك يا سعاد. ماما انت فين يا ماما؟ وحشتيني. هاتي الترابيزه. خليكي يا بنتي خليكي، انا جايالك. كده يا ماما برضو اسبوع ما تسأليش عني، وانا حالتي ما يعلم بيها الا ربنا. كده برضو يا ماما تسيبيني لوحدي. لوحدك ازاي يا بنتي؟ واحمد، انا زعلانه منك صحيح، انا ما كنتش فاكره ان هون عليكي بالشكل ده. ازاي يا سعاد؟ هو ده معقول؟ اسبوع ما تسأليش عني فيه. دول كلهم 4 ايام يا بنتي، سافرت فيهم البلد عشان اجيب قرشين وارجع. كان حابك يعني تسافري دلوقتي؟ ما كانش معايا فلوس يا بنتي. المهم انت ازيك دلوقتي؟ زي ما انت شايف. انت احسن الحمد لله. بقول لها كده مش مصدقاني يا فاطمه هانم. الله، هو انت مش ناوي تخرج يا احمد؟ لا، هروح فين؟ مش كان نفسك تتمشى شويه؟ ايوه بس مش اتفقنا اننا نقعد وما نخرجش؟ معلش يا احمد، اذا حبيت تتمشى اتفضل انت. كده يعني مش محتاجالي دلوقتي؟ متشكره يا احمد. على اي حال انا مش هتاخر. ماما حبت معايا النهارده، مش كده يا ماما؟ مش كده؟ بس يا بنتي انا اصلي مش عامله حسابي على البيات. برضو كده يا ماما؟ حسابك ايه بس؟ وافرض ان وراكي 1000 حاجه، هو في اعز مني عندك؟ هو انا ليا من غيرك يا ماما؟ طيب يا بنتي طيب. استأذن انا. مساء الخير. اهلا، مساء النور. قلت اعدي اسأل على مامتك. اتفضل يا استاذ احمد. شاكر. هي ازيها دلوقتي؟ احسن الحمد لله. لكن انا متهيألي انك زعلانه. لا ابدا، زعلانه من ايه؟ بالعكس انا مبسوطه قوي. الحمد لله. اتفضلي. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه. مفيش داعي تكلف نفسك يا استاذ احمد. ارجوكي. والدتك نايمه؟ ايوه. كان مالها؟ ضغط دم وشيخوخه. ربنا يقويها. مامتك دي ست من بتوع زمان اللي ما عادش منهم دلوقتي، ربنا يخليها لك. متشكره قوي. ما عندكيش فكره هدى بتحبها ازاي؟ وما جاتش معاك ليه مال؟ دي ماما كان نفسها تشوفها هي كمان. قاعده مع مامتها تسليها لازم مامتها تزهق لما تسيبها لوحدها. انا عمري ما بسيبها لوحدها. ده طبيعي، لازم تعمل كده، خصوصا انها بتحبك الحب ده. انهي حب؟ انا اصل لما زرتكم اخر مره لاحظت انها بتحبك قوي. قصدك اما كنت في الجنينه وقعدت تسأل عني؟ وغير كده كمان
يمكن. انا ضايقتك في حاجة؟ تدخلت في حاجة ماليش فيها؟ لا لا اطلاقا، بس خليتيني اتمنى شيء مش موجود. ايه هو؟ الحب اللي بتكلميني عليه. انا شفته في كل تصرفاتها. في فرق بين الحب والحاجة. اللي بيحب بيحتاج للي بيحبه، واللي محتاج لواحد مش ضروري يكون بيحبه، مش كده؟ افتكر. يعني اذا حد حل محله يبقى انتهينا، لكن في حالة الحب مش ممكن حد يحل محل التاني. ده صحيح. اوعي تفتكر اني بشتكي ابدا. انا حبيت افهمك ان مراتي للاسف محتاجالي، مجرد احتياج ملوش علاقة بالحب قد ما له علاقة بالانانية. انا متأسفة. لما شفت البيت اللي انت عايش فيه وشفت قد ايه الست بتاعتك جميلة، على الرغم من انها الجو صور لي ان الحب القديم اللي كان بينكم رجع تاني. اللي كان بينا زمان نوع من انواع الاعجاب والاندفاع اللي انبنى على عطف مؤقت. لازم كل واحد من الطرفين يضحي بحاجة، يدوس على عواطفه ويحكم عقله. انا شايفاك اتضايقت. لا ابدا، انت ما عندكيش فكرة يا ياسمين قد ايه انا بستريح لما اقعد اتكلم معاكي. انا بعتبرك زي اخويا بالظبط. متشكر قوي. اما اقوم اعمل لك فنجان قهوة. لا لا لا، ما تتعبيش نفسك، انا ماشي. ليه؟ سلمي لي انت عليها. اللي يريحك. كنت عاوز اقول لك حاجة يا انسة ياسمين. ياسمين بس. ياسمين اسمعي. ايوه. نعم. انا ليا طلب عندك، نفسي تعملي فيها معروف. قوي قوي. انهي معروف؟ انا في الواقع محتاج لصداقتك واخوتك، محتاج لك يا ياسمين. انا في خدمتك يا استاذ احمد. الحقيقة مش معقول الاقي واحدة زيك تقوم بالمهمة اللي هطلبها منك. ايه هي؟ مراتي، قصدي سعاد، حالتها النفسية بعد ما فقدت البصر بقت مش تمام. ايوه. وبقت محتاجة لحد يطمنها أكتر ما يسليها، يعلمها الحاجات اللي كانت لازم تتعلمها وهي مفتحة، يقرأ لها، يكلمها ويوجهها ويخفف عنها الضلمة اللي عايشة فيها. انا فاهمة. الحاجة اللي أنا عاوزك تفهميها أكتر من كده إن المهمة دي هتخفف الضلمة اللي كلنا عايشين فيها. انا فاهمة. وقعد مامتها معاها بيجيب نتيجة عكسية، بيخليها عصبية أكتر وأكتر. على اي حال سعاد هانم محتاجة للحنان اكتر من اي حاجة تانية. الحنان لوحده مش كفاية. فاكر لما اتكلمنا في الموضوع ده أول مرة اتقابلنا فيها هنا؟ بس احنا كنا بنتكلم على الاطفال، على هدى. مفيش فرق كبير. قلتي ايه؟ احب اعرف حاجة الاول. ايوه. شعور سعاد هانم من ناحيتي ايه؟ انت عارف لازم علشان اكسب صداقتها تكون. سعاد معجبة بيكي، ودي حاجة غريبة فعلا، لأنها نادر لما تحب حد أو تعجب بحد. وأحب أقول لك حاجة تانية، إن أخلاقها وطبيعها بقت بعض ساعات لا تطاق. انا مستعد اعمل اي حاجة علشان هدى. أنا متشكر ومستعد لأي حاجة تطلبيها. ارجوك، احنا ما بنطلبش من بعض اي مقابل. أنا متأسف. من بكرة ان شاء الله انا هزور سعاد هانم، وكل ما الاقي وقت فاضي هقضيه معاها. أنا مش عارف أرد لك جميلك إزاي، الأول في بنتي ودلوقتي للست بتاعتي. ياسمين، ياسمين. نعم يا ماما. انت بتكلمي مين؟ انت صحيتي يا ماما؟ ده الاستاذ احمد جاي يسأل عن صحتك. سألت عليك العافية يا ابني. إزيك يا تيزة؟ ازيك انت وزي الست والأمورة الصغيرة؟ الحمد لله يا تيزة. إزيك أنت الأول؟ عال الحمد لله، ألف حمد وشكر، قلبي ارتاح. هي مش ياسمين عزمتك انت والست بتاعتك؟ عزمتني على إيه؟ على يوم الخميس الجاي، على خطوبتها يا ابني. إيه؟ وبعد 3 أشهر كاتب الكتاب والدخلة. كده؟ الخطبة وكاتب الكتاب؟ ربنا يديك الصحة يا سي أحمد، وتعيش وتشوف هدى متجوزة ومخلفة كمان. ده يوم المنى، يوم عدل بنتي. أمال البني آدم منا عايش لمين؟ أقدر أعرف اتخطبت لمين؟ لابن خالتي. الأستاذ حسني المهندس اللي قابلناه مرة. ايوه. الله، هو سي أحمد يعرف سي حسني ولا إيه؟ قبله مرة. جدع ابن حلال. أي نعم، طالع لأبوه، طبعه حامي وخلقه ضيق، لكن قلبه زي البفرة البيضة، وهو ابن خالتها أولى من الغريب. لك حق يا تيزة. أستأذن أنا. لسه بدري. أقول لك مبروك. الله يبارك فيك. عقبال ولادك إن شاء الله، وما تنساش الخميس الجاي تشرفونا أنت والست الهانم على الخطوبة. حاضر. اما وصلت. أما تخليكي مرتاح. على فكرة يا ماما، انا من هنا ورايح هبقى ادي دروس لهدى في بيتها علشان ما تقدرش تسيب مامتها، وده احنا بنتسلى كلنا. وماله يا بنتي وماله، بدل ما الست مرات سي أحمد تقعد لوحدها في البيت. متشكر يا تيزة.
تصبح على خير وألف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني، مع السلامة. بص لهدى، بس في حاجة نسيتي تقوليها لسي أحمد يا ياسمين. ايه هي يا ماما؟ لازم تاخدي إذن من حسني قبل ما تروحي بيت سي أحمد علشان تدي لهدى دروس. اتفضل يا استاذ احمد. هتقدري تيجي بكرة ولا هتستأذني من خطيبك الأول؟ ياسمين مالك؟ مفيش. عينيكي انت. انا جايه بكره باذن الله. تصبح على خير. وانت من اهل. كانت تقف في النافذه تنتظر عودته كل يوم مهما كانت الظروف، في الريح البارده، في وهج الشمس المحرقه، تتحمل رذاذ المطر ولفح اللهب في صبر، حتى إذا رأته يهبط الطريق المؤدي إلى بيتهما الحبيب ودت لو صرخت تناديه يا حبيبي، لكنها كانت تكتم شوقها حتى تفتح له الباب. ايه ده؟ وايه لزوم انها تذنب نفسها قدام الشباك شتا وصيف لحد ما يرجع جوزها؟ علشان بتحبه. ده هبل، ده مش حب. ايه؟ دي مبالغه يا شيخه. ها، اقري كملي. اصل انا عارفه مؤلفين الروايات دول لما يحبوا يبالغوا فاكرينها شطاره. اقري يا ياسمين. وعندما تستقبله باسمة تسرع إلى خلع فترته وسؤاله عن يومه وعما صنع وما تزال به حتى تنسيه وهو يتناول طعام الغداء متاعب الكفاح، وقد تنسى نفسها فلا تأكل هي شيئا، كان يكفيها أن تعيد إلى شفتيه الابتسامة. تجوع نفسها عشان تاكله وتسليه؟ ايه السخافه دي؟ وهو ده اسمه حب؟ وماله يا سعاد هاني؟ انت بتصدقي الكلام ده؟ ماما كانت تعرف خطوة بابا وهو طالع على السلالم، كانت تعرف صوته من وسط 100 وما كانتش تاكل إلا لما يرجع. يو يا شيخه، دول الجماعه بتوع زمان. الحب ما بيتغيرش يا سعاد هاني، زمان زي دلوقتي. لا، زمان مش زي دلوقتي. زمان كان دليل الحب عند الست انها تقول للراجل يا سيدي وتلبسه الجزم، ودلوقتي دليل الحب انه هو اللي بقى يبوس ايدها. دي تصرفات بتاعت مظهر ملهاش دعوة بالحب. ما هي ممكن تلبسه الجزمة وتكون بتكرهه، وممكن هو يبوس ايدها ويكون مش طايقها، لكن مش ممكن تستنى رجوعه لبيته بالشوق ده من غير ما تكون بتحبه. مش ممكن تكون حافظة ميعاد رجوعه بالثانية من غير ما تكون بتحبه. انت باين عليكي خياليه. لو كانت صاحبتنا دي بطلة الرواية عندها تلفزيون ولا عندها فلوس تروح بيهم السبق ولا السينما كانت بطلت تقف في الشباك. تفتكري؟ انا واثقه من كده. المهم ادينا بنتسلى. اقري كملي. ولا تعبت؟ لا أبدا. تعبت ازاي يا سعاد هانم؟ بالعكس، أنا شايفة إن الرواية لطيفة قوي. حقك تبقى تقريها الهدى اما تصحى عشان تنام تاني. إيه مش عاجباكي؟ تحب نقرا حاجة تانية؟ بالعكس ابدا. الغريبة على الرغم اني مش موافقة البطلة في معظم ارائها لكن احب اعرف عملوا ايه. اقري من فضلك. كان يسعدها أن تمشي إلى جواره وتحتمي بظله في طريق الحياة الشاق الطويل، وعندما كان مدمزيل ياسمين، تكونيش بتحبي خطيبك بالشكل ده زي ما بتعمل بطلة الرواية دي؟ خطيبي؟ أيوة. احمد قال لي ان خطوبتك الخميس الجاي. أيوة. ابن خالتك مش كده؟ أيوة. كنتوا بتحبوا بعض وانتوا عيال بتلعبوا في الحارة. ضروري ما تنكريش. امال هتتجوزيه ليه؟ بالظبط هو كده يا سعاد هانم. استنتاجي طلع مظبوط. انت خيالية من صغرك وهتفضلي خيالية على طول. هو غني؟ مين؟ مين ايه؟ خطيبك طبعا. امال احنا بنتكلم على مين؟ لا مش غني. فقير يعني؟ ولا فقير، نص ونص. ما تيجي نكمل الرواية يا سعاد هانم؟ طب وايه اللي غصبك على الجوازة دي ما دام مش غني؟ مش بحبه يا سعاد هانم من ساعة ما كنا عيال بنلعب في الحارة. صحيح. شفت بقى جالك كلامي؟ مش قلتلك انك خيالية زي بطلة الرواية دي؟ مش قلتلك ان جوز البطلة لو كان غني كانت بطلت تقف له في الشباك؟ ده صحيح. وعلى كده هتقفي له في الشباك لحد ما يرجع من شغله؟ مش عارفة. ليه؟ مش بتحبيه؟ علشان لسه مش عارفة شبابيك البيت اللي هنعيش فيه بتطل على المنور ولا على الشارع. ليكي حق ليكي حق. استأذن انا يا سعاد هانم. ما هو لسه بدري. هتسيبيني ليه؟ خليكي قاعدة. اصل سايبة ماما لوحدها في البيت. طب اقعدي لحد ما احمد يرجع. زمان وراجع. هي الساعة كام؟ الساعة 8:15. يبقى لسه بدري على رجوع. ازاي؟ ده بعد 5 دقايق هيكون هنا. عرفت ازاي؟ ما اصل هدى كانت بتقول ان باباها بيركب قطر 8:15 بعد ما بيطلع من الشركة. عجيبة.
ما كنتش عارفه ان هدى حافظه الميعاد اللي بيرجع فيه احمد البيت. امال هعرف ازاي؟ هي اللي قايله لي. جاي البنت بتحب ابوها قوي. جايز. فعلا هي بتحبه قوي. هي الشنطه بتاعتي فين؟ ما تخليكي قاعده لحد ما احمد يجي. معلش. دول كلهم 5 دقايق، مش بتقولي كده؟ اصل عليا مسافره وماما مسافره وكلهم سايبيني لوحدي، وخيريه واخده اجازه كمان. اصل ماما سايباها لوحدها. احمد رجع اهو. تسمحي تفتحي له الباب؟ انا؟ ايوه. خيريه مش هنا وعمره ما ياخد المفتاح معاه الا نادر. حاضر، انا هفتح له الباب. مساء الخير. انا كنت عارف انك جاي. انا وعدت. انت جيت يا احمد؟ ايوه يا سعاد. اتاخرت ليه؟ ابدا ما تاخرتش، ده معادي كل يوم. الساعه كام دلوقتي؟ 8 وتلت. هي صحيح، عرفت ازاي؟ ما دام جيت في ميعادك وبتوصل في قطر 8 وربع كل يوم، والمسافه بين المحطه والبيت 5 دقايق، تبقى الساعه دلوقتي 8 وتلت. غريبه، عمرك ما حفظت ميعاد رجوع يا اخي. ازاي؟ طب اسال مدموزيل ياسمين حتى. فعلا سعاد هاني مستنيه رجوعك بالثانيه كده؟ انا ما كنتش عارف. تسمحوا لي انا؟ ما لسه بدري. بعدين يكون خطيبها مستنيها في البيت ويزعل لو اتاخرت. ايوه صحيح. ما تعرفش انهم كانوا بيحبوا بعض وهم عيال؟ هما مين؟ ياسمين وخطيبها. كده؟ صحيح. استأذن انا. اوعى نكون بنأخرك اكتر من الاصول. انهي اصول؟ اصول الخطوبه يعني. مفيش، انا عامله حساب ماما بس. عن اذنكم، تصبحوا على خير. مع السلامه. كان نفسي اشوفها عشان نضحك شويه. تضحكي على ايه؟ عليها وهي مكسوفه ومتلخبطه اما جبنا سيره خطيبها. ودي حاجه تضحك؟ لو كنت سمعت الكلام اللي قالته على خطيبها قبل ما تيجي كنت ضحكت. كده. ما عندهاش فكره عن الحياه خالص ولا عن الحب. تعرف الحب في رايها ايه؟ انها تقف في الشباك تعد النجوم وتناجي القمر. عجيبه ان ده راي بنت مكافحه زي ياسمين، بتشتغل وبتصرف على مامتها وبتدبر شؤون بيتها. تعال اقعد جنبي. احكي لي عملت ايه النهارده في الشغل. صحيح يا سعاد؟ صحيح يهمك تعرفي انا عملت ايه النهارده في الشركه؟ امال يا احمد ايه اللي يهمني دي؟ اصلك زمان ما سيبك من زمان، كل شيء اتغير دلوقتي، احنا ولاد النهارده. كده. دي حاجه جميله قوي. شوفي يا ستي. ايوه يا احمد احكي لي. تعال هنا جنبي. الله، ايه ده؟ ايه يا احمد؟ اوعى اتخر شويه يا سعاد. يا نهار زي بعضه. ايه يا احمد في ايه؟ اتكلم. السلسله اللي فيها المفاتيح ياسمين نسيتها. طب وايه يعني يا اخي؟ انت خضيتني. اصلها من غير المفتاح ده مش هتقدر تدخل البيت. ليه؟ هي مامتها مش معاها تفتح لها يا سيدي. ما بتقومش من السرير وبتاخد دواء منوم بيخليها مش حاسه بالدنيا. الله، انت رايح فين؟ الحقها علشان اديها المفاتيح. اقعد انت اتاخرت عليها، زمانها راحت بعيد. دي ما بقالهاش دقيقه اما الحقها. لا اقعد يا احمد، سيبك منها. اسيبني منها ازاي؟ الله، دي نسيت المفاتيح، وزي ما قلت لك مامتها عيانه ومش هتسمعها اما تضرب الجرس. وبعدين عارفه. طب واحنا مالنا يا اخي؟ ما تخليها تدق الجرس حبتين زياده ومصير مامتها تفتح لها. بس اصل يعني مفيش داعي نخليها. مفيش داعي تسيبني لوحدي عشان تديها المفتاح. دي دقيقه واحده ولا ثانيه. سيبها ترن الجرس ان شاء الله ساعه حتى. هو حد قال لها تنسى المفاتيح بتوعها؟ ما تخليها ترن الجرس لحد الصبح واحنا مالنا. انا كنت فاكرك انك بتحبيها. طب ومال؟ وهو حصل مني حاجه عشان تقول كده؟ مدام صاحبتك ومعجبه بيها زي ما بتقولي وجايالك مخصوص علشان تسليكي بدون اي مقابل، يبقى المفروض ان قلبك يكون عليها. ما جراش حاجه عشان تقول لي كده. ايه يعني حتى ما تصحي مامتها؟ وايه يعني اما الحقها علشان اديها المفاتيح؟ كده مش عايزاك تسيبني قاعده لوحدي. خيريه ما هي هنا. لا دي عندها اجازه بايته بره، وانا عاوزاك تقعد